الفيديو ده هديه مني للكابتن ثابت البطل الله يرحمه. بطلب بس كده من الجميع في البدايه ان هو يدعي له بالرحمه والمغفره. كابتن ثابت البطل واحد من افضل مواهب الكره المصريه في مركز حراسه المرمى، ان لم يكن افضلها على الاطلاق، وده من وجهه نظري. كابتن ثابت البطل اللي كان ليه نصيب كبير جدا من اسمه. العرب لما كانوا بيسموا ابنائهم اسماء قويه واسماء فخمه كانوا دايما يدعوا لهم ان ربنا يجعل لك نصيب من اسمك او حظ من اسمك، وده اللي حصل مع كابتن ثابت البطل الله يرحمه. كان ليه نصيب كبير جدا من اسمه. لو بحثت على جوجل هتلاقي كل الناس دايما او اغلب الصحف او المواقع الرياضيه دايما كاتبه عايز ثابت على مبادئه ومات بطل. فبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم القناه بشكل على اليوتيوب. نبتدي كده بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وهفكركم تاني كلنا ندعي الكابتن ثابت البطل بالرحمه والمغفره. كابتن ثابت البطل كان بدايته في نادي طبعا سكر حومديه، والمصادفه او معلومه كتير يعرفها ان كابتن ثابت البطل ما بداش في مركز حراسه المرمى، بدا كجناح شمال. لكن الفكره ان حارس سكر حومديه بيتعرض للطرد، فمدرب الفريق ما بيليش قدامه حل غير كابتن ثابت البطل. يعني كان الراجل مشهور بطول القامه، فالراجل لقاه هو افضل حل يحطه في مركز حراسه المرمى، ومن ساعتها وكابتن ثابت البطل استمر في المكان دوت. كابتن ثابت البطل انتقل للنادي الاهلي وعمره 19 سنه، واللي كان نقله للنادي الاهلي عبده البقال او كابتن عبده البقال، واحد من اكبر مكتشفين المواهب وقتها في النادي الاهلي او في الكره المصريه عموما. وفي حته بس عايز اقولها عن الراجل ده دايما، يعني ايه فكره ان انت تتريق على فكره عبده البقال ويبقى مصدر سخريه على اسمه او على النادي الاهلي، او ان الراجل كان بيفهم كوره او مكتشف مواهب؟ ما كلنا ناس بسيطه، كلنا ناس عاديه وعادي، يعني كلنا بنفهم كوره وبنحب كوره، والموضوع ما مش حكر على حد انه يفهم كوره او يحب كوره او يحب نادي. فايه فكره التريقه على، يعني لو قلت لك مثلا بدل عبد البقال ده ان هو صاحب كارفور مثلا هيبقى حلو بالنسبه لك ساعتها؟ فبلاش نكون سخفه يعني ونحاول ان احنا يعني نقلل من مهن وحاجات شريفه وناس ممكن تكون فعلا كانت افضل مننا بكتير. الراجل كان فعلا من اكبر المواهب او من اكبر الناس اللي بتكتشف مواهب فعلا في الكوره المصريه، ومن اكتر الناس اللي كانت بتحب النادي الاهلي وبتحب وقدمت كتير للنادي الاهلي والكوره المصريه، منهم زي ما بقول واحد زي كابتن ثابت البطل. والفكره ان كابتن ثابت البطل موهبه زي ما بقول من اكبر المواهب اللي الكل فعلا كان ملحظها. يعني كابتن ثابت البطل انتقل للنادي الاهلي سنه 72، لكن اول مباراه ليه كان بيشارك بشكل اساسي او اول فتره بيشارك فيها بشكل اساسي كان في مارس 75. وعلى الرغم من كده من سنه 74 وكابتن ثابت البطل بينضم للمنتخب المصري. يعني الراجل بينضم للمنتخب من قبل حتى ما يشارك اساسي مع النادي الاهلي، فده بيبين قد ايه فعلا هو موهبته كانت واصله للكل، وانه فعلا كان ملحوظ من الناس كلها. كابتن ثابت البطل في اول موسم ليه بيشارك بشكل اساسي مع النادي الاهلي في موسم 75 76 بيقدر ان هو يحافظ على نظافه شباكه 1468 تقريبا دقيقه، 1486 دقيقه، 1486 دقيقه كامله. كابتن ثابت البطل بيقدر يحافظ على شباكه نظيفه، ومفيش اي حارس قدر يقرب من الرقم ده الا كابتن ثابت البطل نفسه. وكان في موسم 78 وكان عامل 1300 تقريبا حاجه و20 دقيقه. فالراجل زي ما بقول موهبته كانت قويه جدا، وزي ما بقول حقق ارقام قياسيه محدش قدر ان هو يتخطاها او حتى يقرب منها من الحراس الموجودين دلوقتي. وشاركته مع النادي الاهلي في البطولات، الراجل تقريبا اخذ 11 دوري واخذ 8 كاس، غير البطولات الافريقيه اخذ 5 بطولات افريقيه، 2 ابطال دوري وثلاثة ابطال كؤوس. يمكن دوري ابطال افريقيا لا كان اسمها ابطال الدوري زمان. فاثنين ابطال دوري وثلاثه ابطال كؤوس، والثلاثه ابطال الكؤوس على فكره كانوا على التوالي، كان في انجاز كبير جدا للنادي الاهلي في الثمانينات. فالراجل اسطوره في النادي الاهلي من صاحب الارقام، من ناحيه الموهبه اللي كان الكل شايفها. حتى في منتخب مصر في موسم 86 كان سبب حصولنا على بطوله افريقيا. ودي الحاجه كمان مميزه في كابتن ثابت البطل. هقول لكم بس على حاجه صغيره، كابتن ثابت البطل سنه 86 هو اللي خلانا نفوز ببطوله افريقيا بعد غياب طويل بعد تصدير ركله الجزاء في قدام الكاميرون. والراجل اللي يمكن ضربه الجزاء هي اللي رجعت لنا الحياه، وهي اللي خلتنا نستمر في الفوز ونقدر ان احنا نفوز بالبطوله. فالفكره ان كابتن ثابت البطل ما كانش لاعب عادي موجود في اي فريق في النادي الاهلي او في منتخب مصر. الراجل كان من الاسباب الاساسيه جوه في اي مكان هو كان موجود فيه في فكره الحصول على البطوله، سواء في النادي الاهلي زي ما بقول او حتى في منتخب مصر. الراجل زي ما بقول كان ليه دور اساسي في ان احنا ناخد بطوله افريقيا سنه 86. فالفكره ان هو مش لمجرد لاعب على الدكه قاعد بيعد بطولات او لاعب عادي، لا الراجل كان ليه دور اساسي في كل
بطولة خدها النادي الأهلي، وفي البطولة حتى اللي خدها أو اللي هو قدر يحققها مع منتخب مصر. وحاجة بس صغيرة، كابتن ثابت البطل كان من اللي شاركوا مع منتخب مصر في كأس العالم 1990. يمكن كان من ضمن قائمة المنتخب لكن ما شاركش بشكل أساسي، لكن الراجل كان موجود في قائمة المنتخب من 74 سنة 90 وهو موجود داخل المنتخب المصري. فزي ما بقول واحد من أكبر وأهم أساطير الكرة المصرية. نروح بقى لموهبة كابتن ثابت البطل اللي أنا حابب إن أنا أتكلم عنها. كابتن ثابت البطل دايما كان مشهور بفكره ان هو ما بيعملش تراي كتير. كابتن ثابت البطل كان عنده موهبه ان هو بيقف في المكان اللي هتيجي فعلا في الكوره. يعني هو عارف ان مثلا المهاجم جاي من الاتجاه ده او المهاجم واقف في الاتجاه ده فهيعوز يلعبها في البعيده، فالراجل بيتحرك خطوتين بيمسك الكوره، مش بقى بيقف غلط ويعمل لك تراي ويحسس لك ان الكوره صعبه. لا، الراجل كنا ممكن نسمع عنه ان هو ممكن يقعد 10 مباريات مثلا ما يعملش تراي واحد وفي نفس الوقت بيحافظ على شباكه نظيفه. فالراجل كان موهوب في القصه دي جدا، فدي نصيب من اسمه حتى في موهبته انه ثابت كده. ما كتير كان يقول لك مش من حراس المرمى اللي بتعمل تراي كتير، كان بيقف في المكان الصح من البدايه، ودي موهبه مش هتلاقيها عند حراس كتير. فكره كمان ثبات كابتن ثابت البطل على مبادئه داخل النادي الاهلي الراجل كانت واضحه جدا. فكره حتى بالذات لما مسك مدير كوره في النادي الاهلي فتره التسعينات لحد سنه 2000، بيرحل على النادي الاهلي نادي الاتحاد الليبي، بيرجع تاني في 2003 لما النادي الاهلي بيحتاجه فعلا ان هو يكون بجانب الفريق عشان يكون فريق جديد. كانت الفتره دي من 2000 مثلا ل 2003 كانت فتره صعبه على النادي الاهلي، او حتى كمان ل 2004 2005 كانت فتره صعبه على النادي الاهلي، خسر فيها كتير من البطولات. كان نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك كان عندهم جيلين اقوياء. فبيرجع الكابتن ثابت البطل وبيلبي نداء النادي الاهلي او نادي النادي الاهلي، وبيقدر يكون جنب النادي الاهلي وبيكون معاهم جيل من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه كلها. وكلنا احنا بقى شاهدين على الجيل ده وكلنا شفناه، واكيد شفنا الجيل ده عمل ايه سواء في الدوري المصري او في افريقيا او الى غيره. كان واحد من اللي بنوه مع النادي الاهلي هو كابتن ثابت البطل. فالراجل زي ما بقول في حب النادي كان ثابت، في مبادئ النادي او حبه ومبادئ النادي كان ثابت على ده برضه. فكره حتى ادواره البطوليه كلنا شفنا. يمكن هذكر بس حادثه في البدايه بما ان لابس شيرت الاسماعيلي. مواقف البطوله الكابتن ثابت البطل كان في مباراه ما بين الزمالك ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي في استاد اسماعيليه، وكان حصل شغب جماهيري والجماهير ابتدت تنزل الملعب. اللي اخذ موقف بطولي وخرج اللعيبه من ارض الملعب هو كابتن ثابت البطل لما كسر بوابه الاستاد وخرج لعيبي سواء النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي ونقذ اللعيبه كلهم من ارض الملعب. موقف البطوله الثاني كلنا طبعا شفناه في المشهد المهيب لما كان قاعد على دكه البدلاء ولف عن نفسه البطانيه امام نادي الزمالك. كانت مباراه القمه والراجل توفى بعدها ب 48 ساعه، الاخر نفس والاخر لحظه في حياته. والراجل حابب ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي وبجانب النادي الاهلي، عمره ما قصر من ده. فكره ان انا واحد من الناس مثلا مش من مشجعين النادي الاهلي او انا بشجع النادي الاسماعيلي، لكن الراجل بالنسبه لي فكره ان انا لازم احترمه. راجل فعلا حب ناديه وكان وافي ليه، ثابت على مبادئه واخلاقه، بطل فعلا حقيقي داخل اسوار النادي الاهلي. فكره ان انت ازاي انا ما احترموش؟ احنا ليه بنحب الناس؟ يعني فكره انا عمري ما هلوم حد او ان انا اكره حد لانه بيعمل فعل شريف. فاللي عمله كابتن ثابت البطل مع النادي الاهلي كله فيه حاجه يعني وفاء وشرف ومواقف محترمه. فانا ليه هكرهه وليه مش هحبه؟ بالعكس انا اتمنى زيه عندي في نادي الاسماعيلي. يعني انا مثلا ليه بحب مثلا ابو جريشه ومحمد صلاح ابو جريشه ولعيب وعيله ابو جريشه كلها ولاعب زي حمص ولاعب زي حسني عبد الله، لانهم كانوا اوفياء لناديه وقدموا له داخل ارض الملعب ومستني منهم ان هم يقدموا له بعد كده. فده اللي عمله كابتن ثابت البطل مع النادي الاهلي، ان هو قدم له داخل ارض الملعب وخارج ارض الملعب. فليه انا هكره واحد زي كابتن ثابت البطل؟ بالعكس راجل زي ده يحترم، واحد فعلا من الاساطير ان احنا نتعلم منها حاجات كتير جدا. لان لو عندنا مثلا 20 30 واحد زي كابتن ثابت البطل ده في الكوره المصريه وفي الانديه المصريه، الكوره المصريه والله كانت بقت في حته ثانيه. راجل كان محترم، قوه شخصيه، راجل أدي أو بيأدي مثلا دوره على أكمل وجه، من أفضل مديرين الكورة اللي شفناهم في حياتنا، ويمكن هو لوحده مدرسة في المجال ده. فزي ما بقول في الكرة المصرية لو فيهم 10 زي كابتن ثابت البطل في الأندية الشعبية والله كنا الكرة المصرية كان زمانها بقت في حتة تانية فعلا. ربنا يرحمه يا رب. واحد من أفضل الناس أو من أفضل الشخصيات اللي قابلناها في الكوره المصريه سواء في الموهبه سواء زي ما بقول او زي ما الناس كلها بتقول كان ثابت على مبدأه، وكان من الناس اللي عندها شخصيه بطوليه فعلا. فالله يرحمه كلنا ندعي له بالرحمه والمغفره. كابتن ثابت البطل زي ما اغلب العالمين دايما بتقول عنه عايش ثابت على مبدأه ومات بطل.